ما كنتش نايم انا، كنت واخد ناب، كنت بحارب الاكتئاب. قالوا مات، خواجات، قالوا ما يصدش مش هيليق في الاعلانات. كان جامد زي الدش، مايل سات، قبل ما الناس تعد المشاهدات. عمو الشبح، في فيديو عايز ينزل على القناة عندنا. معلش يا محمد اندمجت شوية بس. طب مش يلا بينا؟ حابب قبل ما ابدا اقول لك وحشتني جدا يا صديقي، بس قبل ما ندخل في تفاصيل الشرح النهارده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس ده بكل اشعارات بحيث اي فيديو جديد ينزل يوصلك قبل اي حد. وكمان من كلمه تشانلز القنوات هتبتدي تروح على قناتنا الاساسيه وتبتدي تعمل سبسكرايب فيها وتفعل الجرس برضه بكل اشعارات. جميل جدا لحد كده. شرح النهارده وزي ما شرحنا قبل كده ازاي بتشحن باقه ال 40 جيجا الخط فودافون من غير ما تدفع ولا مليم، النهارده اعرفك ازاي تاخد فليكسات كتيره جدا على خط فودافون الخاص بيك بدون برضه ما تدفع ولا مليم. بس لو تفتكر ان انا بغيب عليك كده وخلاص يا صديقي، انا مش بغيب عليك، قولها معايا يا صديقي، لا والله ان انا مش بغيب عليك كده وخلاص. فيلا بينا على الجزء العملي. ما تنساش ان الشبح في المدينه. مبدئيا يا شباب كل اللي هنحتاجه ابلكيشن انا فودافون، اخر اصدار موجود منه على متجر بلاي. بعد كده كل عليك ان انت هتبتدي تسجل دخول لابلكيشن انا فودافون. فده الخط اللي هنشرح عليه النهارده. اولا لازم يكون الخط بتاعك على فليكس فاميلي، يعني ما لازم عشان تفعل الفليكسات دي او الجيجات المتجدده للفليكسات دي لازم اولا يكون معاك خط فليكس فاميلي. ليه؟ عشان تقدر تضيف نفسك في العيله بتاعته. ازاي الكلام ده؟ كل عليك ان انت بتروح على كلمه نظام في المكان ده وبتتاكد ان الخط اللي شغال عليه فليكس 70 فليكس 100 فليكس 200 ده بيكون صاحب عيله. لو دخلنا على اداره الباقه من المكان ده بتعرف ان ده صاحب عيلة ويمكن ان هو يضيف ارقام عنده في العيلة الخاصة بيه. جميل جدا لحد كده. بعد كده كل اللي عليك ان انت بتعمل اضافة فرد للعيلة وبتبتدي تضيف بقى الرقم اللي هنفعل عليه الفليكسات او الجيجات المتجددة للفليكسات اللي معانا. هتكتب رقمك في المكان ده وتحدد اكبر حاجة موجودة عندك هنا في الفليكسات، وليكن مثلا دي 1200. بعد كده بتدوس على كلمة تأكيد. بعد كده بتبتدي تعمل اكسبت للدعوة الخاصة بيك. طيب يا محمد انا معايا خط اللي هو فليكس فاميلي ومش معايا الخط التاني، هسيب لك سكريبت دلوقتي الخاص بالاكسبت انفيتيشن ممكن تشتغل عليه، ان انت بتبتدي تبعت الطلب بتاعك وبتاكده من خلال السكريبت. جميل جدا لحد كده. بعد كده المفروض دلوقتي انا كنت كاتب رقم وخلاص مأكده. بعد كده هسجل خروج وابتدي ادخل على الحساب التاني بالشكل ده. المفروض ان ده الخط التاني، والمفروض ان انا لو دخلت على كلمة جدد باقتك من المكان ده المفروض دلوقتي اللي هو فرد في عيلة زي ما حضرتك شايف افراد العيلة، هو خلاص دلوقتي هو مش في فليكس فاميلي بس لسه فرد في العيلة. لو دخلنا على كلمة نظامي من المكان ده هتلاقيه موجود اللي هو فليكس فاميلي ممبر. خلاص جميل جدا لحد كده. طيب عشان نفعل بقى الفليكسات بتاعتنا الجيجات المتجددة دي هنعمل ايه؟ اول حاجة لازم يكون معاك خط فليكس فاميلي وتضيف رقمك اللي عايز تعمل عليه الحاجة دي فين؟ في فليكس فاميلي. جميل جدا. بعد كده بتروح على كلمة المزيد. بعد كده عندك حاجة هنا في الابليكيشن اسمها تواصل معنا الخاصة بالابليكيشن بتاعهم اللي انت بتكلم منها خدمة العملاء، وممكن تعرف حاجات اكتر عن الابليكيشن. بعد ما بتدخل عليها بالشكل ده المفروض حاليا ان انا اقول لي استخدم اللغة، ابتدي اختار من هنا اللغة العربية. بعد كده يبتدي يفتح معايا. هنبتدي ننتظر لحظات. فدلوقتي هتلاقي حاجه ظهرت لك بالشكل ده او تواصل معنا فتح معاك بالشكل ده. كل عليا دلوقتي ان انا هبتدي بس اكتب اي حاجه في المكان ده، وليكن مثلا واحد، هتكتب صفر، هتكتب نقطه، تكتب اي حاجه. هو دلوقتي بيقول لك انت عايز تفهم تعمل ايه، اكتب له اي حاجه. اي حاجه تيجي على بالك بالشكل ده 3 مرات او 4 مرات او 5 مرات على حسب ما يبتدي يظهر لك جميع الخيارات اللي موجوده عنده. هنبتدي ننتظر لحظات، قد تكون مشكله شبكه على ما ابتدي يحمل. وبالشكل ده المفروض اللي هو ظهر لنا هنا كده حاجه اسمها خدمات فليكس. خلاص انا المفروض دلوقتي انا مثلا على نظام 14 قرش او اي نظام تاني او بالثانيه او ضفت رقمي في فليكس فاميلي. المفروض ان صاحب العيله ضافني وانا عملت قبول للدعوه بتاعته. طيب الخط مش معايا، تبتدي تستخدم السكريبت. طيب مش عارف تستخدمها، هسيب لك انا كده كومنت مثبت تحت الفيديو ده بكتب لك فيه كل حاجه. عزيزي الشبح ما تنساش تبص عليه وتكتب لي الشبح في المدينه. بعد كده كل اللي عليك دلوقتي ان انت بتضغط على خدمات فليكس بالشكل ده. في بدايه الفيديو لو لاحظت ان انا مش معايا اي فليكس عندي، فكل عليها دلوقتي ان هو ظهر معانا شويه الحاجات اللي هم ظاهرين دلوقتي. اول حاجه اخترت ايه؟ خدمات فليكس. ركز في الفيديو. بعد كده كل عليها من هنا ان انا هروح على اداره الباقه. اول ما اضغط على اداره الباقه بالشكل الظريف ده هيقول لي دلوقتي تجديد الباقه وترحيل الفليكسات. طيب انت ما معكش باقه يا محمد ولا معاك اي حاجه، اعمل بس اللي بقول لك عليه، تجديد الباقه وترحيل الفليكسات.
جميل جدا. لحد كده هنبتدي ننتظر لحظات. زي ما قلت لك قد تكون برضو مشكلة شبكة. الاختيارات دي هتساعدني اعرف اقول له هنا تجديد وترحيل الفليكسات. خلاص كده هنبتدي نختار تجديد وترحيل الفليكسات. لترحيل 0 فليكس وتجديد الباقة كاملة مقابل 0 جنيه اقول له هنا كلمة تأكيد. تمام كده حضرتك اتجددت باقتك، هتتجدد يوم كذا 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 كذا. فكل على دلوقتي اقول له شكرا، انهاء الشات بالشكل ده. خلاص على كده مش عايز منه اي حاجة. بترجع بقى على الصفحة الرئيسية عندك على الفليكسات بالشكل ده. بتلاقي فعليا ان زي ما حضرتك شايف 12870 فليكس انضافت عندك والباقة اتجددت. ده كان فيديو النهارده بمنتهى البساطه، وازاي تفعل الجيجات الخاصه بالفليكسات. بعد الساعه 12 ينفع تكرر الفليكسات دي تاني او الطريقه دي تاني، وهتبتدي تنضاف عندك مره تانية الفليكسات فوق بعضها. يعني دلوقتي 12870 هيبتدي ينضاف لك مره تانية 12870. ده كان فيديو النهارده بمنتهى البساطه. اتمنى او ان انت يكون عجبك الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد بننزله. الاهم من كده يا شباب لازم حضرتك تكون اول حاجه تتاكد منها ايه؟ ان انت يكون معاك خط فليكس فاميلي يضيفك في العيله بتاعته. بعد كده وتتاكد ان خط فليكس فاميلي معلوش اي فليكسات عشان ما ياخدش من فليكسات الراجل اللي بيضيفك. يعني انا اجيب فليكس فاميلي 70 100 200 وما يكونش هنا في فليكسات صفر مثلا، او ان الباقه بتاعته منتهيه. مفيش مشكله، هيبتدي يضيفك وبعد كده تبتدي تعمل قبول للدعوه بتاعته من داخل الابلكيشن عادي، مفيش مشكله. بعد كده كل عليك ان انت بتبتدي تجدد باقه الفليكسات بتاعتك بالشكل ده. ولحد هنا بكون وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. ما تنساش تشترك في قناتنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.